أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في كتاب مهم هو لأنك الله رحلة إلى السماء السابعة لعلي جابر الفيفي. الكتاب بياخدنا في رحلة روحانية كده عشان نفهم أكتر بعض أسماء الله الحسنى. فعلا، رحلة جميلة ومهمة. والنهاردة من خلال المقتطفات اللي معانا هنركز على 3 أسماء أساسية: اللطيف، الشافي، والوكيل. عايزين نشوف إزاي لما نفهمهم بعمق أكتر ده ممكن يغير فينا حاجات ويقربنا من ربنا. بالظبط. الأسماء دي مش مجرد كلمات بنحفظها وخلاص، لا دي زي مفاتيح كده، مفاتيح بتساعدنا نفهم علاقتنا بربنا بشكل أعمق. كل اسم بيفتح لنا باب تاني خالص للتفكير والتأمل. جميل قوي. طب خلينا نبدأ بأول اسم معانا، اللطيف. إيه أهم حاجة ممكن ناخدها من الاسم ده لحياتنا اليومية؟ اللطيف، بص الاسم ده معناه ببساطة إن ربنا بيوصل إحسانه وخيره لعباده، بس برفق بلين وبطرق خفية قوي ممكن ما نتوقعهاش. خفية إزاي يعني؟ يعني لطفه ده ممكن يبان في تفاصيل صغيرة جدا، زي مثلا إنه يصحيك لصلاة الفجر في ميعادها بالظبط يمكن من غير منبه حتى، أو إنه يصرف عنك موقف معين أو معصية كنت يعني خلاص هتعملها، فتلاقي حاجة حصلت منعتك من غير ما تاخد بالك أصلا إن ده كان من لطف ربنا. سبحان الله. الآية في سورة لقمان بتلخص ده بشكل يعني بليغ قوي: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الفكرة إن لطفه ده بيوصل لأدق وأصغر وأخفى الأمور. فعلا الواحد لو فكر هيلاقي مواقف كتير في حياته ممكن تنطبق عليها الحكاية دي وما كانش واخد باله، والتركيز على لطف ربنا ده يمكن بيساعدنا أكتر وقت الصعوبات. وده بيوصلنا للاسم التاني اللي بنحتاجه قوي وقت الابتلاء والمرض: الشافي. الشافي، الاسم ده بالذات ليه وقعه الخاص على النفس. الشافي هو ربنا وحده، مفيش شافي غيره. والكتاب بيشير لنقطة مهمة قوي هنا، إن المرض ده ممكن يكون زي تذكرة. تذكره. أيوة، تذكرة للإنسان بضعفه وإنه محتاج لربنا دايما. والشفا بقى بيجي بإذن ربنا وقدرته، لما يكون المرض ده أدى دوره، سواء كان دوره ده اختبار للصبر أو فرصة للتواضع، لمراجعة النفس، للرجوع لربنا. يعني مش مجرد سبب ونتيجة وخلاص. لأ طبعًا، والأسباب اللي ربنا بيجعلها للشفا ممكن تكون بسيطة جدًا، وممكن تكون غريبة، وممكن الشفا ييجي من غير سبب مادي خالص نكون شايفينه، زي مثلًا الحديث عن ماء زمزم طعامه طعم وشفاء سقم، أو إن الشفا يحصل بسبب صدقة الواحد طلعها بنية صافية. أو دعوة بإلحاح. تمام، أو توبة صادقة. القرآن بيحكي لنا قول سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. الإيمان ده هو الأساس. والإحساس بالضعف ده سواء وقت المرض أو قدام أي تحدي كبير في الحياة بيخلينا ندور على سند حقيقي. وهنا بقى بيجي دور فهم اسم الوكيل، مش كده؟ أكيد، الوكيل هو الكافي اللي بنلجأ ليه ونفوض ليه أمورنا كلها، طبعا مع الأخذ بالأسباب، ده مهم. يعني مش بنركن وما بنعملش حاجة. لا طبعا، التوكل عمل قلبي، والجوارح بتشتغل وبتاخد بالأسباب، بس القلب بيكون مطمن إن النتيجة وتدبير الأمر في إيد ربنا. والتوكل ده بصي بيجيب طمأنينة للقلب غير عادية، بيحميه من القلق والخوف الزيادة. الإمام ابن تيمية ليه كلمة يعني لخصت الموضوع ده حلو قوي، بيقول إن إياك نعبد بتدفع الرياء عشان العبادة تبقى خالصة لله، صح. وإن إياك نستعينه بتدفع الكبرياء، لإننا بنعترف بضعفنا وإننا محتاجين عون ربنا في كل حاجة. الله. والقرآن بيأكد المعنى ده بوضوح: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني ربنا كافي. الكتاب حتى ذكر قصة أم كانت قلقانة جدا على ابنها اللي مسافر يدرس، ففضلت تدعيله وتتوكل على ربنا إنه يحفظه. وإيه اللي حصل؟ بفضل صدق دعائها وتوكلها ربنا حفظه ورجعه ليها من الصالحين. التوكل الصادق ليه قوة عظيمة. يا سلام. فعلا رحلة سريعة لكن ممتعة قوي في معاني الأسماء دي، إن الواحد يفهم لطف ربنا الخفي وقدرته المطلقة على الشفاء، وإن هو الوكيل إن نسلمه أمورنا وإحنا مطمنين. أعتقد ده ممكن يغير كتير في طريقة تعاملنا مع الحياة وتقلباتها. جدًا، وبيزيد على ده كمان لمّا نستشعر إنه شكور. شكور. أيوه، يعني بيقدر أصغر عمل خير بنعمله، ما فيش حاجة بتروح عنده كده، بيجازي على القليل بالكثير، وإنه قريب، قريب أوي، بيسمع دعائنا ونجوانا وهمس قلوبنا. أقرب لينا من حبل الوريد. بالضبط، زي ما ربنا ذكر في القرآن:
المعرفة دي لوحدها بتدي إحساس بالأمان والونس صعب الواحد يوصفه بالكلام. وده يخلينا نفكر في سؤال مهم في الآخر. لو كل واحد فينا حاول يستشعر بجد معنى زي الشكور أو القريب في تفاصيل يومه العادية،